يقدر هادشي دابا اللي غنقول ما يعجبكش، ولكن راه الاغلبيه ديال المغاربه ما غينجحوش. ولكن الحاجه اللي مزيانه هو ماشي بسبب الفقر ولا الدوله ولا الفلوس ولا زعما الظروف ديالك، بسبب الطريقه ديال التفكير وكيفاش كتفكر. اليوم نوري خمسه ديال ماشي 10، خمسه ديال الطرق وخمسه ديال البرانسيب، زعما الا ما طبقتيهمش غتبقى دايما بلاصتك وصعيب تزيد للقدام، وفي اسوأ الحالات تقدر كاع تكون فاشل. وعلاش كنقول هاد الهضره هادي؟ حيت واحد الوقيته فهمتي كنت ساليت الباك، كنت يلاه ساليت الباك، وزعما ما كنت عارف ما ندير. كنحس براسي لوست، ما عنديش مهارات اجتماعيه، ما عنديش فلوس، ما عندي هدف في الحياه. حسيت براسي بحال شي واحد فهمتي تائه نيت. فهمتي كنت ترجع للدار كنمشي كنقصر فري فاير تنتفرج في الانيم كدا، كيوصل الليل كيجيني تانيب الضمير وريبيت عاوتاني كل نهار بحال هكا، ما كنتريني ما كان والو، كنضيع الوقت. كنت حاسس براسي كنقلب على شي حاجه ولكن ما عرفتش شنو هي. تصادف انني طحت في الموضوع ديال السيلف ديفلوبمنت. اقسم بالله لا فهمتي، قلبي حياتي راسا على عقب، لا ما كيقولوا لا. وهما خمسه ديال الحوايج اللي خلاوني زعما ما نبقاش بداك النوع ديال الفشل اللي كنت عليه، ديال نقصر فري فاير كدا نضيع الوقت، ما ندير والو، ما يكونش عندي بيربس في الحياه. وهاد الخمسه د البرانسيب عاونوني انني ماشي ما بقاش فاشل، عاونوني ندير حتى البيربس ديالي. والبرانسيب الخامس اللي نوري في هذا الفيديو هو اكثر واحد عاوني نخرج من ديك الحاله ديال التوهان، ديال بحال داخل في متاهه. البرانسيب الاول هي ما تبقاش تسبي في الظروف. شحال من واحد كتلقاه يقولك ولا وانا تولدت فقير، ولا وهادوك عندهم فلوس، ولا عندهم نيتورك دي كونيكسيون كدا، زعما والديهم برجوازيين كدا يعاونوهم، ولا الدوله ما عطاتنيش. دابا هادشي كامل اللي اللي زعما اللي كيقولوه دابا انت ما كتحكمش به، ما يمكنلكش تحكم بداكشي. واخا نقولوا فرا عندك الصح ومن بعد حتى حاجه ما غادي تغير. هادشي كيخليهم يحسوا بانهم مثلا نقولوا باللي راهم ذكيين، باللي المهم كيعطيهم واحد شويه ديال الاريحيه فاش يقول لا راه الظروف وكذا، كتعطيهم واحد شويه ديال الاريحيه. الاريحيه راه ما دير لك والو. واش هاد الاريحيه عطاتك دارت لك فلوس، دارت لك في صاله، بنات الصواريخ؟ ما هاد الاريحيه اللي انت فيها زعما ما دارت لك والو. نقولوا كاع فهمتي، نقولوا عندك الصح والظروف ما عطاتكش وكذا. واش غادي تلقى شي قصه زوينه مثلا غادي تخلقها مع ولادك ولا مع عشرانك وكذا؟ ما غاديش تلقى حتى شي قصه زوينه. خاص اصلا مزيان يكونوا الظروف صعابين. فاش يكونوا الظروف صعابين كتجي من بلاصه صعيبه، ولا جيتي من بلاصه صعيبه كتكون قصه زوينه، ولا جيتي من بلاصه صعيبه حتى الكاركتير تيكون قوي. ودي هي حلاوتها. علاش ما توقعش شي ناس واحد اخرين ولا عائلتك ولا باك امك ولا الدوله هما اللي يجيو ينقذوك؟ تحمل المسؤوليه ديال داكشي براسك، قول صافي داكشي اللي وقع ما عندي ما كنتحكمش به، نمشي نتحمل المسؤوليه لداكشي اللي كنتحكم به وداكشي اللي انا قاد نديرو. مثلا غادي تقول لا نتسنى تجي عمتي ولا مثلا تجي كذا هما اللي عطاوني فلوس باش نبدا بيزنس. دابا هادشي ما كتحكمش به، لا ربما تجي لا ربما ما تجيش، ولكن اللي كتحكم به انك كتمشي تبني مهارات، انك كتمشي تتعلم، انك تمشي مثلا تبدا شي مشروع، انك دوكيمونتي الجيرني ديالك بحال اللي كندير دابا. ولا قلتي هادشي ما كينطابقش عليك انت، راه انت بالضبط اللي كنهضر معاك. حتى انا براسي كنت نقول لا هادو اللي عندهم فورما وعندهم فلوس وعندهم حتى زوجة صالحة، عندهم خياتي تيتيز كدا، جميع ملذات الحياة كتقول، ولا هو الظروف ديالهم، ولا هو باواتهم برجوازيين، ولا هو كدا. ولكن هادشي شنو يدير لي؟ ما زادني ما نقصني. ولكن الا تحملت انا المسؤولية، الا ما كانش يزيدني راه ما ينقصنيش. الا لقيتوني كنتبدل، من هنا لهنا لهنا لهنا، حيت دابا فهمتي كنمشي نشوف في كاميرا حيت ما عنديش المونيتور كنشوف فيه. خصني عاد نمشي نشوف ونجي. ما علينا. النقطة الثانية اللي بغيت نهضر عليها هي ما تقدرش الآراء ديال الآخرين كثر ما تقدر الرأي ديالك كثر. شي مرات فاش كتسمع لبنادم واحد آخر كيقولك لا ما تبقاش دير، ما ديرش هادي ما تصدقلكش، ها علاش هادي ما خاصكش ديرها، ها علاش هادشي ما مزيانش. شي مرات تيكونوا على حق ولكن الأغلبية راه ما كيكونوش على حق.
راه الا جاو دوك السي اوز الكبار ودوك الليدرز وكذا، الا جاو يسمعوا لاي واحد، راه ما تلقاش ايلون ماسك داير تسلا، ماشي تسلا، ديك سبيس اكس. فاش جا يدير سبيس اكس كلشي قال له راه مستحيل، منين تجيب الماتيريال وكذا وتا واحد ما كان دارها قبلو، كيفاش يديرها؟ كان خاصو ضروري يامن. وما كانش ستيف جوبز غادي يدير الايفون، ما كان ستيف جوبز يدير زعما الابل، ما كانش توماس اديسون غادي يدير كاع الضو. شي حوايج كيكونوا صعيب بنادم يامن بهم، الا ما انت ما امنتيش بهم ومشيتي تبعتيهم، راه حتى حد ما يمشي يتبعهم من غيرك. وهادشي دابا حنا مشينا للمثال اللي كبير، من دابا مثال صغير. مثلا حنا كمغاربه مقود علينا فقراء، حتى انا بحالي راه مازال مقود عليه، عاد نمشي ان شاء الله بشويه بشويه غادي نطلع. شي مغاربه مقودين على بحالنا، افكار صغار كانك مثلا تبدا شي بيزنس، تخرج من القرايه، زعما تتبع المقاوله، ما تتبعش الطريق الاكاديميه. هو واخا لربما يكونوا صغار في البيك بيكتشر، ولكن راهم كبار، يعني عند والديك، عند صحابك، عند عشرانك كذا. انت دائما شوف الصوره الكبيره، شوف زعما في اللونغ تيرم شنو باغي تكون، بحال من باغي تولي، وثيق براسك، امن براسك وسير تبع داكشي اللي بغيتي دير. هادشي ماشي زعما نتيجه، هادشي راه بروسيس، فهمتي؟ ستيب باي ستيب، فهمتي؟ كاين اللي غادي يقول لك لا انا ما نقدش ننجح وعلاش وهكذا وهكذا، وكاين اللي عاوتاني عندهم بوزيتيف ثينكينغ، دائما كيفكروا بايجابيه و ثينكين بيج، بحال داك الكتاب ذا ماجيك اوف ثينكين بيج. المهم تيفكروا دائما كبير، فهمتي؟ كاين اللي يقولك لا ما نقدش انا ندير هادي، وكاين اللي يقولك لا نقد انا نديرها واخا تكون صعيبه ونتقاتل معها واخا نفشل نعاود نوض. نقولك واحد اللعيبه، بجوجهم على حق، اللي امنتي به راك غادي ديرو. كنتي تامن بحاجه ما ديرهاش ما ديرهاش، كنتي تامن بحاجه ديرها ديرها. وبغيت نسولكم حتى نتوما، واش ما كيجيكمش داك التفكير ديال باللي لا ما نقدش، داك الامبوستر سيندروم ديال باللي لا ما نقدش وكذا، ولعب بوحدي؟ حيت انا راه كيجيني داك الاحساس ديال لا ما نقدش وكذا، عاد خاصني نخرج من هذا الفخ. واش نتوما كيجيكم هذا البلان؟ كتبوه في كومونتير. المهم دابا هضرنا على جوج برينسيپ، ولكن البرينسيپ الرابع هو اللي كنوقع لي فيه واحد البلان، اللي هو اللي فهمتي شعل واحد الشراره. والبرينسيپ الخامس بالضبط هو اللي نيت زعما بدل ليا، فهمتي؟ بدا ليش كان زعما كنبدل التفكير ديالي وكذا. المهم البرينسيپ الثالث هو بعد على الميديوكريتي. شنو هي الميديوكريتي؟ بعد على بنادم افريج، متوسط، عيان، ناقص. مثلا في اي دومين، مثلا نقولوا مثلا الدومين ديال الانتربرونورشيب، ولا الدومين ديال مثلا نقولوا سوفتوير انجينيرين، اي مجال اي دومين، الا كنتي دائما مع دوك اللي متوسطين ولا افريج زعما عيانين، دائما انت باي ديفولت غادي وكتهبط، انت غادي تيكر هذا تبقى غادي وكتهبط تهبط تهبط. وشي كينطبق في كلشي، في كاع مناحي الحياه. مشيتي عند شي وحدين كيكميو الكارو، انت باي ديفولت غادي تبقى طايح وتولي انت كتكمل الكارو. مشيتي عاوتاني عند شي وحدين كيضيعوا الوقت، عاوتاني باي ديفولت تكون من بروداكتيف انك تولي كتضيع الوقت. داك علاش دائما فهمتي هادوك اللي بحالك في الدومين حاول تبعد منهم، سير مع اللي احسن منك كاع. انت مثلا نقولوا كاونتربرونور، اي اونتربرونور شنو خاصو؟ ماشي يتبع الميديوكر، خاصو يمشي دائما اي بلايرز، كما كيقول لك ستيف جوبز. زعما دائما تبع دوك الاي بلايرز، تيكونوا 10 اكس حسن من داك بي بلايرز وكذا. ماش 10 اكس، يمكن قال شي 500 اكس ولا 50 اكس، والله ما عرفت، ولكن تيكونوا كما كيقولوا باللونجلي باي اوردرز اوف ماغنيتود، زعما بيجر. بغيت نعيق شويه باللونجلي راك دار. ما علينا. المهم وتا ستاندردز اللي كدير انت لراسك، دائما ما ديرش شي ستاندردز عادي، دير شي ستاندردز كبار، فهمتي؟ حيت اي حاجه ممكنه صاحبي. هادشي اللي كنقولك ماجيك اوف ثينكين بيك. بلاص مثلا ما تقول مثلا نقولوا في بلاصه ما تقول نولي مليونير في 10 سنين، علاش لا تولي ملياردير، سونتي مليونير، ديكا مليونير؟
المهم دايما سيت هاي ستاندرز لراسك وفهمتي، ومازال غادي تلاقى شي وحدين كيديروا هاي ستاندرز كثر من الهاي ستاندرز ديالك. دايما تبع اللي احسن منك، الاي بلس بلايرز، وسيتي هاي ستاندرز لراسك. واحد القصه واحده اخرى ديال ستيف جوبز، دابا الديزاين ديال التليفون اصلا راه زوين، والديزاين اللي لداخل زعما حتى حد ما كيديها فيه. واحد الوقيته كنحبس لهم البرودكشن كامله اي باش يبدلوا اللاي اوت ديال شي حاجه لداخل كاينه، ما عرف يمكن في الاي ماك ولا ما عرف. المهم يبدلوا داكشي، داك الديزاين ديال داكشي كامل، تقوم ضيعين الوقت وكذا باش تبدل شي حاجه بسيطه باش تعرف. فهمتي واحد ستاندردز عند ستيف جوبز راه مقودين في ريو. وعلاش انسبيراسيون؟ حيت راه تا ليدين باي اكزامبل. دابا مثلا بغيتي الفالورز ديالك انت مثلا كليدر، فهمتي خاصك دائما تكون انت كدير ما احسن منهم باش يشوفوك كدير ما احسن منهم ويديروا بحالك، ليد باي اكزامبل. المهم بغيتكم في كومونتير تعطوني فيدباك، شنو اللي درتو زوين، شنو اللي درتو خايب، شنو اللي كنعرف نديرو، شنو اللي ما كنعرفش نديرو، باش حنايا غاديين وكنطوروا. المهم برينسيپ رقم 4 اللي هو بعد على الكامفورت زون. الكامفورت زون من اكثر الحوايج اللي كيقتلوا داك التطور، كيقتلوا المومنتوم. مازال عاقل فاش كنت في السانكيام كنت نشوف دايما واحد 20 مزدق باغي دايما نولي بحال، وتنقول خاصني نمشي لاصا، خاصني نمشي كدا، ولكن كنعكز عليه دايما في كامفورت زون. كنمشي كنقصي للدار كدا تفرج في لانيم، كنبقى في داك الكامفورت زون. صافي واحد المره قلت لا صافي والله حتى غادي نمشي لاصا لبرا، والله الا خاصني نولي بحال. مشيت لاصا سيدي قال لك غادي تكستك هاز صدري بحال هكا داخل عليهم معاه. كندخل كنلقى بنادم وكنلقاهم كيشوفوا فيا وماشي كيشوفوا فيا، انا كنحس بداك سبوت لايت افكت. كتحس بنادم كيشوفك واما راه حتى حد ما مسوق لك. صافي دخلت مشيت حيت دابا في لاصه اللي حدانا حنا فيه بيوتا، مشيت لواحد البيت ما فيه حتى واحد اللي هو الرجلين. صافي مشيت كنضرب الرجلين بحال هكا ما عرفتش ما ندير اصلا، ضربت سيري وحده خرجت. كيفاش خرجت؟ عاوتاني دخلت في داك الكامفورت زون. قلت القضيه صعيبه، بنادم كيشوف فيا وكذا، صعيب باش تخرج من داك الديسكomfort. صعيب بنادم كيشوف فيا ما عارف انا ما نتريني ما والو. بديت تنقول صافي داك خونا فهمتي الله يسهل عليه غادي يستاكونا يدي. حتى لواحد المره صدفه كيجي عندي واحد عشيري واحد اخر تا هو في حومتي، كان تا هو داخل لاصال وقال لي زيد يلا تمشي معايا. وصافي عجبني الحال، مشيت ترينيت جلست كيوريني كدا. يعني شنو درت بيبي ستيبس باش نخرج من داك الديسكافر. ماشي بالضروره نقز على اصعب حاجه، نمشي لراسي نتريني بوحدي وانا ما عارف والو. مشيت بيبي ستيبس درجه بدرجه. مشيت مع داك العشير وراني، خرجت معاه بالضحك رجعت، بقيت هكا مكمل مع شي شهرين. صافي داك خونا عاوتاني ركز على قرايته وليت انا وليت كنكمل في لاصال. وانا دابا الحمد لله شي عام ونص وانا كنترين، واخا جينا شي عيانين ولكن هاني المهم تنترين كنجبد. دابا كون ما خرجتش من الكامفورت زون، واش غادي ندير شويه د الموسكل ولا شويه د الموسكل؟ واش نتعلم شي حاجه؟ ما كنت نتعلم والو. في داك الديسكامفورت فين تيكون التعلم، فين تيكون كتكون استفدتي بزاف ديال الحوايج، صحاب جداد الى غير ذلك. فاش كتاخذ انت ريسكات احساس خايب راه ما كيعجبكش الحال. وهادشي باش مزيانه حيت انت ماشي بوحدك، راه الاغلبيه الناس كيحسوا بنفس الاحساس، كيبداو الحاجه كيقولوا لا هادشي صعيبه، هادشي ماشي ديالي، كيحسوا بداك الاحساس خايب. عاوتاني بالانكامفورت صافي كيدخلوا للكامفورت زون، كيبقاو الاغلبيه الناس عيانين. وهادشي باش ناضي راه الاغلبيه الناس، يعني باش تستاند اوت، باش تكون احسن من الاغلبيه الناس راه ساهله. دخل في الديسكامفورت، وزعما واحد الحاجه بزوينه، الديسكامفورت كيكون غير في المراحل الاولى. موراها كتبدا المومنتوم داكشي كيولي كيعجبك وكتعلم حاجه من خونا من كذا. ودوك السمول وينز كيخليوك تزيد تموتيفات، زعما تزيد وكذا في اي مجال، انتربرونور شيب، شركات، تبني الميوسكل، كاع ديتي خياتي، اي حاجه، اي سكيل باغي تعلمها في هاد البلان هذا. دير في بالك غادي يكون داك الديسكomfort في المرحله الاولى، هذه اول حاجه. ثاني حاجه دير في بالك راه اي حاجه انا ممكن نتعلم لها، واخا انا ما نكون مطرق في الاول وما نحسش احساس زوين، ولكن مع الوقت راه غادي نتعلم. هذه دائما ديرها في بالك، اي حاجه يمكن لك تتعلم لها. وهذا البلان هذا بالضبط ديال اي حاجه ممكن تتعلم لها
اقسم بالله لا من اكثر الحوايج اللي انا فرحان اللي عرفتهم، واخا يبان لك بسيط ولكن انقولك بحالاش. مثلا نقولوا دير لي زابطو، راه في خبارك في الصغر كان كيسحب لي مستحيل دير لي زابطو، خاص يكونوا جينات وكذا. ولا نقولوا مثلا تخرج تولي تهضر مع الناس، مثلا دير بابليك سبيكين، فهمتي؟ تشوف بنادم واحد اخر كيدير بابليك سبيكين تقول هادشي ماشي ديالي، ولا تخرج تهضر مع الناس، ولا ديتي افضل خياتي، فهمتي؟ كتقول لا هادشي ماشي ديالي. ولكن افضل حاجه تعلمتها باللي شي حوايج واخا كانوا كيجيوني مستحيلين ممكنين. هادي ما عرفتش كيفاش نوصفها لكم، ولكن راه فاش عرفت باللي الحاجه ممكن ديرها وممكن توصل لها، راه اقسم بالله راه واحد الانلوك مقود. ما صراحه والله ما عرفت كيفاش نوصل داك الفيلينغ. ولكن دابا وصلنا لخامس حاجه اللي قلت لكم من اكثر الحوايج اللي فهمتي غادي يقدروا يبدلوك وما يخليوك زعما متبقاش فاشل. اكثر حاجه درام رول شنو هي ما تسناش البيرفكت كونديشنز، ما تسناش الظروف تكون مناسبه. غتقول لي كيفاش هذه افضل حاجه وكذا؟ علاش؟ حيت دابا فاش بنادم كيتسنى دوك البيرفكت كونديشنز صافي كيماطلو، كيبداو يبروكراستينيتي وكيستوليو، اجل تا الغدا تا السيمانه الجايه كذا، كيصدق ما داير والو. وعلاش قلت لك افضل حاجه هي ما تسناش الظروف المناسبه؟ دابا انت فاش كتبدا وقلت لك اصعب حاجه هي البدايه، وإلا بديتي وزعما وشديتي المومنتوم يعني صافي هادشي اللي خاصك نتايا. صافي خاصك تبدا المومنتوم شويه ديال الاكاونتابيليتي، شي واحد اخر يقول لك فين وصلتي كذا باش تزيد تموتيفا توصل لداكشي هكاك. علاش هادي من اهم الحوايج؟ وعلاش هذا السبب الاول؟ السبب الثاني علاش من اهم الحوايج، حيت الظروف المناسبه زعما بيرفكت كونديشنز مستحيل غادي يجيو. داك البيزنس انت اللي باغي تبداه تقول في راسك لا خاصني تنتعلم ماركتينغ، خاصني تنتعلم هادي تنتعلم هادي تنتعلم هادي، راه واخا تزيد تعلم وتعلم وتعلم تقول لا مازال عاوتاني نزيد نتعلم هادي وتستقم ما درتيش داك البيزنس. ديك البنت اللي كتبغيها وباغي تمشي توقف عليها تقول لا تندير كلو اب تنولي كذا تنولي كذا تنولي كذا، في الاخر تلقاها مشات مع شي واحد اخر اللي مشى استغل الفرصه ومشى عندها، وانت هي تلقى مازال فهمتي كتحاول تقلب على ديك البيرفكشن. يوتيوب شانل اللي باغي تبداها فهمتي كتقول في راسك لا خاصني عاد كذا، عاد خاصني المايك، خاصني كذا، خاصني نشف. وعلاش كنقول دابا هادشي؟ حيت انا اللي فيا هادشي حق الرب. دابا انا كنهضر على راسي الصراحه، وكنهضر ان شاء الله شي واحد فهمتي نكون لربما بحالو يشوف ديك الروح المقاتله اللي فيا، وعلى الاقل تريليتا معايا زعما يحس بيا ويبغي يكبر معايا حتى هو، ويبغي يتعلم حتى هو، ونوصلوا كاملين مجموعين. المهم ما علينا. حتى انا في يوتيوب كنت نقول لا خاصني ستاند، خاصني مايك، خاصني كذا. ولكن بديت دابا علاش تشوف كاين حتى ستاند كاين مايك وكذا؟ حيت راه اصلا فايت درت صراحه فيديوهات ولكن كاين الاخر محيتهم وريتهم للدراري قالوا لي محيهم صافي محيتهم. وثاني حاجه كنت نقول لا خليتها نشف وكذا، اخويا بشحيمه ديالي هاني دايزه عواشة. السبه دائما كنعطي السبه، دائما عبده، دائما ما تسناش دوك الظروف المناسبه عبده. البيزنس عاوتاني حتى هو ماشي بالضروره تتعلم ماركتين وكذا، غير سير بدا شي بيزنس ايديا ومنها هي غادي تتعلم منها. واحد اللعيبه واحد اللعيبه بغيت نقولها، اللي هي الا بديتي انت من زعما ماشي بيرفكت كونديشنز، العكس ديال بيرفكت كونديشنز، الا بديتي من اسوء الظروف راه اقوى حاجه. لا عرفتي علاش؟ افضل حاجه. لا عرفتي علاش؟ حيت الا كنتي في اسوء راه the only way is up، زعما الطريق الوحيد هو الفوق، ما كاينش تزيد تهبط لتحت. وعلاش الا بديتي من اسوء الظروف الا عاوتاني حيت غادي تعاود طيح في دوك اسوء الظروف، غتلقى راسك فايت دزتي منهم وتعرف كيفاش تخرج منهم وكذا. كاك علاش بدا كيما كان الظروف ديالك، سواء واعرين سواء عيانين سواء عاديين، المهم ستارت. راه واخا كنقول هادشي راه انا كنبقى انسان شحال مره كنطيح في دوك الفخوخ ديال بروكراستيناسيون، المهم بزاف ديال الحوايج. المهم
انا كنشيري هادشي كندوكيمونطيه باش نتعلم انا وياك ونكبروا ان شاء الله توغيدر. ليتس جو. المهم هادو هما 5 ديال البرانسيب نعاود نقولهم. ما تبليميش السيركمستانسز، ما تلومش الظروف ديالك، تحمل المسؤوليه وسير. تاني حاجه، قدر الراي ديالك على الراي ديال الاخرين. صافي ثق براسك وسير تبع الحلم ديالك. ثالث حاجه، دائما بعد على الميديوكريتي، الناس اللي افريج بعد منهم، سير على الناس اللي احسن منك اللي مقودين عليك. رابع حاجه، بعد على الكومفورت زون. عاشر ماشي عاشر، خامس حاجه وخامس حاجه، ما تسناش الظروف المناسبه، بدا كما كان الظروف اللي عندك. المهم هاد البرانسيبس هادو مهمين حتى هما، ولكن تفرج هاد الفيديو باش تولي نيت مريض بالمرض. ونيت الا عجبك سير تفرج في هاد الفيديو، راه حتى هو غادي يعجبك. داكشي ديال اليوتيوبرز نديركم سير كدا شي مولف كنشوفها في يوتيوب وليت انا كنديرها، هي ليا